عاملين ايه؟ انا عمرو عبد الرحمن. ان شاء الله دي هتكون السيشن السادسه في سيشنات البوستر، ودي خلاص دي هتكون قبل الاخيره في ان احنا نخلص خلاص سيشنات البوستر كلها. بالنسبه بقى لاخر يعني جزء في البوستر كله، برضو من اهم الاجزاء طبعا في البوستر كله، اللي هو جزء السيتيشن او الريفرنسز. زي ما انا شرحت قبل كده في الفيديو بتاع اللي هو ازاي تجيب فكره ايسف، ان هو السيتيشن ده انت بتنسب الريسيرش مثلا اللي انت عملته للشخص مثلا اللي انت دورت في البيبر بتاعته او دورت في الكتاب بتاعه وعملت اي حاجه، يعني مثلا اي حاجه استفدت منها وخلاص انت خدت مثلا منها زي جزء او معلومه، فانت بتنسب المعلومه دي للشخص اللي انت خدت منه المعلومه دي، سواء بيبر جورنال ويب سايت او اي حاجه. في بقى تريكايه برضو المفروض ان انتوا تكونوا واخدين بالكم منها، ان لما تيجي ترتب الريفرنسز بتكون بتترتب بترتيب ابجدي. تمام، يعني المفروض انت لما مثلا تقول اي بي سي دي مش عارف ايه، فانت كل حرف يعني مثلا حرف الجي بعده الاتش، مش بعده بالظبط بس يكون بعده في الترتيب. تمام. اتش اي مثلا هنا ورا بعض، ال مثلا بعده على طول، ام والار مش عارف ايه، فهو بعدهم في الترتيب، مش شرط يكون بعده بالظبط بس يكون بعده في الترتيب بس منطقي. فخدوا بالكم من الحركه دي. في برضه حركه غلط احنا كنا عاملين، ان احنا كنا حاطين اللينكات او دي اي لينك، مش شرط ان احنا نحطه خالص، بالعكس هو بياخد مكانه واحنا ممكن نشيله عادي. وحتى اصلا في جوجل سكولر زي ما قلت لكم، ان انت لما تيجي تاخد السيتيشن ما بيبقاش فيه اللينك، فهو غير مهم على الاطلاق يعني انت تحط اللينك اصلا. تمام، هو كده كده اصلا هو لو عايز يجيب لينك البيبر ممكن ياخد الاسم ويجي حاططها عادي في جوجل سكولر وايه، بيجيب البيبر من غير ما يخش على الدي اي لينك يعني. تمام، فيفضل ايه ان انت تشيله. وطبعا السيتيشن بيبقى اي بي اي 7 سيتيشن، مش حاجه تانية، لان ايه ده يفضل ان انت ايه تستخدم الاي بي اي 7 سيتيشن في السيتيشن بتاعك في المسابقات يعني. تمام. ده بالنسبه للسيتيشن اللي بيتحط في اخر الصفحه. في سيتيشن بقى بيتحط بقى في وسط الكلام نفسه، اللي هو انتكست سيتيشن. في برضو حاجه كنت عاوزكم تاخدوا بالكم منها حتى قبل ما نخش على انتكست سيتيشن، اللي هو بيبقى according to، اللي هو مثلا دلوقتي about 7 مليون شخص اللي هو patients go undiagnosed with AF، المفروض ان احنا نقول according to اللي هو اسم الجورنال بقى، اللي هو about 7 مليون شخص بيجوا undiagnosed with AF. تمام، وبرده اللي هو according to اسم الجورنال اللي هو 9% بايه بيبقوا misinterpreted cases. تمام، وبعد كده هنا برضو بتطبق في نفس الحاجه، فدي برضو خدوا بالكم منها يعني. بالنسبه بقى للانتيك سايتيشن، اول حاجه ان بستك ما فيش اي انتيك سايتيشن ولا فيها اي سايتيشن عامه. تمام، محدش يحط اي سايتيشن، حتى هنا احنا حاطين 60 مليون بيبل جلوبالي، مفيش اي حاجه جنبها ولا اي حاجه، احنا دخلنا في الكلام اللي بعده على طول. فالابستراكت ما بيتحطش فيها لا اي سايتيشن ولا بيتحط فيها اي انتيك سايتيشن. تمام. هنا بالنسبه للانتيك سايتيشن بقى بيتحط بقى من بعد الانترودكشن على طول. تمام. انت مثلا جبت معلومه وقلت مثلا ان هو دي ودي مش عارف ايه، المعلومه دي جبتها مثلا من بيبر كذا، فانت زي ما شرحت لكم في السيشن بتاعت ازاي تجيب الفكره بتاعت الايسف، في السيشن دي شرحت ازاي اصلا انكم تجيبوا سايتيشن يعني، فياريت ان انتوا تبصوا عليه عشان هي برضه مهمه. فانت بعد ما انت بتجيب الانتيك السايتيشن بتيجي حاطه هنا اهو بعد المعلومه بالظبط. تمام، الفضل ان انت تكون عامل له بولد بقى وتكون مصغره شويه، احنا كنا مكبرينه قوي مش عارف ليه يعني، بس المفروض احنا نكون مصغرينه شويه بس يكون معمول له بولد او تلونه بلون مميز يعني. تمام. هنا برضو مثلا هنا حطينا الاسم الجهاز سايتيشن، هنا حطينا الاسم الجهاز سايتيشن، هنا كده كده هنا في السايتيشن برضو، ولا هنا في الريزلت في سايتيشن. هنا طبعا الميثودولوجي لازم يبقى فيها سايتيشن وتبقى مليانه كمان. وعايز طبعا اقول لكم على حاجه، في سيتيشن للصور او في سيتيشن للصور ازاي. اول حاجه احنا في المشروع احنا هنستخدم مثلا سنسور كذا، فالسنسور ده مثلا جبت صورته من امازون، فدلوقتي انت بتعمل حاجه اسمها ايمج كريدت او ايمج ادابتد فروم امازون دوت كوم. تمام، فالمفروض انت برضو بتعمل لها اسمه ايه سايتيشن. هنا برضو بالنسبه للصوره دي احنا خدتها مثلا ايمج كريدت من كذا كذا او ايمج ادابتد فروم الجورنال كذا. تمام، وهنا برضو، وبرضه كنت عاوز اوريكم حاجه، هنا بيبقى فيه سطر بيبقى مكتوب هنا اهو تحت، اللي هو all images photos and data tables مش عارف ايه، اللي هو accepted for the credit once. السطر ده فيه معناه يعني هو اي حاجه مش معموله عليها كريدت فدي معموله من الطالب نفسه، يعني مثلا دلوقتي الفيجر ده انا عامله، الفيجر ده انا عامله مثلا، الفيجر ده انا عامله. تمام. الا بقى ايه اللي انا عامل له سايتيشن، اللي هو مثلا زي ده يعني، مثلا لا مش ده، ده مثلا عامله سايتيشن، ده عامله سايتيشن اهو ايمج كريدت اهو وايمج كريدت اهو، ده انا عامله بايدي فخلاص ده اوريدي خلاص انا مش عامله سايتيشن عشان ده اللي انا عامله بس كده. تمام، فدي برضه ايه جمله كنت مهمه كنت عاوز اقول لكم عليها. فبس كده انا خلاص السيشن، واشوفكم بقى في السيشن الاخيره خالص في البوستر السيشن الجايه. ولو حد عنده اي اسئله يقدر ان هو يخش على جروب الواتس تحت الديسكريبشن، وبس كده سلام.